اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس تعلم البوت ستراب. وخليني اقول لك ان دي الحلقه الثانيه اللي هنعرف فيها ازاي نبدا نثبت البوت ستراب عندنا على الجهاز ونبدا نربطه بملف HTML. وخليني اقول لك معلومه مهمه كده عشان بصراحه انا متحمس وعايز ابدا على طول، ان النهارده هيكون في تاسك، والتاسك ده طبعا هستناك انك تبعته لي، علشان كده مهم جدا تطبق عملي في البرمجه. فيلا بينا نروح على جهاز الكمبيوتر ونفهم ازاي نثبت البوت ستراب. وخليني اقول لك ان شاء الله كل الفيديوهات مش هيبقى فيها رغي وخلاص، كل الفيديوهات هيكون فيها معلومه وفي نفس الوقت اللي يعلمك صح. زي ما قلت لك عشان تتعلم برمجه محتاج تفهم الاول، فانا هفهمك الموضوع واحده واحده وبكل بساطه يا حبيب قلبي. تابع معايا بقى الفيديو ويلا بينا على جهاز الكمبيوتر. في البدايه كده يا شباب ان شاء الله كل الروابط اللي انا استخدمتها هتلاقيها موجوده في الوصف او الديسكريبشن. ده مش كده وبس، ده كمان هعمل لك ملف ARA اللي هو ملف مضغوط جاهز تقدر تحمل كل ده بضغطه واحده، بحيث ان الموضوع يبقى سهل عليك. بس انا دلوقتي محتاج اعلمك ازاي تحمل. واول حاجه معانا ان احنا نحملها وهو ملف البوت ستراب. علشان كده انا سايب لك رابط في التعليقات هتدخل عليه هيدخلك على طول على ملف البوت ستراب. يعني اول ما تدخل على الرابط هتظهر لك الصفحه دي بالظبط كده. بس في البدايه كده تعالى افهمك حاجه صغيره. انت عندك طريقتين لتشغيل ملف البوت ستراب. اول طريقه ودي انا ما بفضلهاش خالص وهي انك تشغل البوت ستراب اونلاين. فانا ما انصحكش خالص ان انت تشغل البوت ستراب اونلاين اللي هو عن طريق لينك وكده، يعني زي ما موجود كده قدامك بالظبط، انك تاخد الكود ده كوبي وتضيفه عندك. هو انت كده شغلت البوت ستراب من غير ما تحمل اي حاجه، بس ده بيسحب نت، وفي نفس الوقت لو النت فصل او ضعيف عندك هتلاقي الصفحه فيها مشاكل كتير قوي قوي. فعشان كده انا ما بنصحكش خالص بالطريقه دي. ايه بقى الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان احنا نحمل الملفات جاهزه، وعشان كده انت اول ما هتخش على الرابط هتلاقيه ظاهر لك الصفحه دي. بس تعال ركز معايا هنا هو بيقول لك ان هو هيحمل لك فعلا البوت ستراب وبعض ملفات الجافا سكريبت، بس هو مش هيحمل لك هنا الجيكويري ولا البوبر. فعلشان كده احنا دول كمان محتاجين نحملهم لان دول مهمين للبوت ستراب. فتعالى دلوقتي نعمل داونلود للملف. هدوس عليه كده هيظهر لي ملف مضغوط. انا طبعا مجهز ملف هنزل فيه كل حاجه، وهبدا اعمل سيف واعمل عمليه تحميل. هو حرفيا مش هياخد معاك ثواني وهتلاقيه اتحمل زي ما انت شايف كده اهو قدامك. جه دلوقتي دور ان انا افك الضغط. طبعا هدوس كليك يمين واختار الخيار ده عشان افك ضغط الملف، وبكده فكيت ضغط ملف البوت ستراب. ركز معايا هنا لان في تركيه مهمه. اول حاجه انا الملف ده خلاص مش عايزه تاني، بس لو دخلت على الملف اللي ظهر لي هنا هتلاقي فيه حاجتين، عندك حاجه اسمها CSS وعندك حاجه جافا سكريبت. هو البوت ستراب بيعتمد على حاجتين، اكواد الجافا سكريبت وفي نفس الوقت اكواد CSS. علشان كده انا هنا هختار CSS، هدخل عليها كده وامسح كل الملفات ما عدا الملف واحد بس، ما عدا الملف اللي اسمه البوت ستراب دوت CSS. اقرا كده مش هتلاقي غير هو بس اللي اسمه دوت CSS. امسح الباقي ملوش اي لازمه معاك، انت بس محتاج الملف ده وبس دلوقتي. وبعد ما سبت الملف ده بس في CSS هترجع خطوه لورا وتختار برضو ملف الجافا سكريبت، وطبعا هتعمل نفس الموضوع، مش هتسيب غير الملف اللي اسمه البوتستراب دوت جافا سكريبت. يعني هتمسح كل الملفات ما عدا الملف ده. شفت كده؟ يبقى انت دلوقتي بعد ما حملت الملف ده ما فضلش معاك غير على ملفين، ملف في الجافا سكريبت اللي هو بوتستراب جافا سكريبت، والملف التاني اللي هو بوتستراب دوت CSS. بعد ما انت حملت الملفين دول وبقي شكلهم كده، دلوقتي تعال نحمل الجيكويري والبيبر، وطبعا هتلاقي رابط تحميلهم في الوصف. تعال في اول حاجه كده نحمل الجيكويري. اول ما تدوس على الرابط اللي في الوصف هيظهر لك الصفحه دي بالظبط كده، حرفيا هتظهر لك طبق الاصل. ولكن لو انت مثلا الفيديو ده شفته بعد سنه سنتين هتلاقي الاصدار اتغير. عشان كده انت هتدوس على اول خيار ده، هتدوس عليه هيظهر لك صفحه بالشكل ده. ما تخافش من الشكل ولا اي حاجه، مالكش دعوه بكل ده. انت كل اللي هتعمله هتدوس كليك يمين وتختار سيف از. وطبعا ما تخافش من اي حاجه، الموضوع سهل قوي قوي. انا بقى هحمله في ملف الBO، وهدخل هنا بما ان هو المسار بتاعه هنا جافا سكريبت، فانا هدخل كده واضيفه في ملف الجافا سكريبت، يا اما اضيفه من بره. شوف انت ايه المناسب ليك. انا هضيفه هنا جنب الملف بتاع الجافا سكريبت واقول له سيف، وبكده هيكون اتحمل معاك بكل بساطه. حتى انا دلوقتي لو دخلت على ملف الجافا سكريبت هلاقي شكله موجود بالشكل ده اهو، جيكويري، وموجود رقم الاصدار بتاعه، وده الموضوع بكل سهوله وبكل بساطه. وانا لو عايز امسح رقم الاصدار ده انا ممكن امسحه، ده مجرد اسم مش اكتر، عشان بس تبقى عارف. يبقى انا دلوقتي حملت عندي البوتستراب جافا سكريبت والجيكويري GS.
فاضل معايا اخر حاجه ومحتاج احملها طبعا، وحاجه مهمه وهي البيبر. تعال بس الاول افهمك يعني ايه البيبر. مبدئيا ده خيار مهم قوي قوي وبنستخدمه في حاجات كتير. يعني شايف زي التنسيقات كده، لو انا عايز انسق كلمه معينه في مكان معين، البوت ستراب بيكون محتاج كل ده بحيث ان هو يعمل لك ده تلقائي. شايف النص اللي بيتحرك كل ده، وزي ما قلت لك انا ده كله انت بتستخدمه، فعلشان كده احنا محتاجين برضو نضيف الكود ده. طيب هنضيفه ازاي؟ موضوع بكل بساطه، يا اما تدخل تحمله من هنا ومن فوق وتاخد موضوع، يا اما تخش على الرابط اللي انا هسيبه لك في الوصف اللي هيدخلك على طول على الصفحه شكلها كده نفس الشكل بتاع الجيكويري. بس طبعا تتاكد ان انت موجود هنا في البيبر، وهتاخد بعضك تدوس عليه كليك يمين وتدوس برضو سيف از وتختار المكان بتاعك. انا برضو هسيبه في نفس المكان كده واقول له سيف. تعال بقى دلوقتي لو انا دخلت على الملفات بعد ما تحمل، ركز كده معايا، هتلاقي مكتوب عندك بوت ستراب، جيكويري، والبيبر. يبقى انا دلوقتي عندي 4 ملفات، ال3 ملفات بتوع الجافا سكريبت وملف السي اس اس. يبقى كده الموضوع بيجي بسيط وسهل جدا معاك، صح كده؟ طيب تعال بقى نربطهم وافهمك ازاي احنا بنربط ده كله ونهيئ ده كله للموقع. بص يا سيدي، قالوا لك ان الملفات دي هتبقى ثابته عندك في اي موقع، يعني الملفين دول هيبقوا ثابتين معاك دايما. خدهم كوبي بيست كده ودايما هيبقوا ثابتين معاك في كل حاجه عشان تكون عارف. طيب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ قال لك المطلوب منك بكل بساطه هتعمل ملف جنبيهم ملف HTML. فليكن انا مثلا هسمي الملف ده islam.html. ده ملف HTML عادي جدا وبسيط جدا خالص. هبدا ادخل عليه في برنامج الاكواد. انا هستخدم طبعا فيجوال ستوديو كود، وفي فيديو هيظهر لك هنا او هنا تقدر تحمل محرك الاكواد ده، لان هو افضل محرك اكواد بصراحه للكمبيوتر. وبعد ما دخلت عليه هيظهر لي الصفحه دي. طبعا المطلوب مني دلوقتي ان انا اكتب اكواد العاديه بتاعت اللي هي الاساسيات بتاعتي بتاعت ال HTML، وهو اللي انا بكتب الهيد والبادي والدوك تايب وكل الكلام ده كله. وطبعا جه دلوقتي ان انا اربط الملفات بتاعتي. ازاي بقى اربط الملفات اللي انا عملتها؟ قال لك بص يا سيدي، انت عندك 3 ملفات جافا سكريبت وملف واحد سي اس اس. احنا متعودين ان احنا بنربط ملف السي اس اس في كود اسمه لينك. بنكتب لينك كده وبيظهر لنا REL ومكتوب فيها ستايل شيت، وهنا بنربط بيها ملف السي اس اس. انا بقى الملف بتاعي موجود فين؟ ركز معايا، موجود في مسار اسمه سي اس اس. يعني انا هكتب له هنا سي اس اس وادخل جوه الفولدر ده، وبعد كده اختار له البوتستراب دوت سي اس اس يعني زي ما موجود كده بالظبط. يعني انا اخدت الملف ده دلوقتي وعملت عمليه ربط كده للكود بتاعي. انا لحد دلوقتي ربطت الملف ده وما فيهوش اي مشكله. جه دور دلوقتي ان انا اربط ملفات الجافا سكريبت، وربطهم هيكون طبعا باستخدام الجافا سكريبت. فانا هاخد بعض هنا اكتب له سكريبت، واخد بعض كده اكتب له src، واكتب له اول ربط معايا وهو البوت ستراب. وطبعا انا الملف حافظه في ملف اسمه GS، وبعد الجي اس هختار الملف بتاعي. انا دلوقتي عايز ابدا بالبوت ستراب، اول ربط معايا. بعد كده هعمل سكريبت تاني واربط هنا بالاس ار سي، وابدا اربط بالملف اللي بعده. اقول له جي اس عشان افتح الملف ده، وابدا اختار الملف اللي انا عايزه. وانا هقول لك على ترتيب مهم عشان كل حاجه تشتغل معاك مفيش مشكله. اول حاجه هنشتغل او اخر خيار هيبقى البوت ستراب، بعد كده هنختار البيبر، بعد كده هنكتب برضو مره تانية جافا سكريبت src، وهنكتب له هنا مين بقى؟ الجيكويري، اللي هو هنقول له جي اس ونقول له جيكويري. انا كده ربطت الملفات بتاعتي وشغلي كله جاهز. وخليني بس اديك معلومه صغيره، شوف كده، دي بقى اكواد البوت ستراب بتاعت السي اس اس، عباره عن اكواد جاهزه. انا كلاس كده جاهز هبدا استخدمه على طول. دي كلها كلاس انا هبدا استخدمها على طول بكل بساطه وكل سهوله. وعلى فكره اكواد كتير قوي 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 جاهزه. دي بقى فكره البوت ستراب، عشان كده قلت لك بتعتمد على حاجه اسمها كلاس او الكلاس، واظن دي انت اخدتها في ال HTML وطبقت عليها عملي كتير قوي قوي لما اتعلمت السي اس اس. فعلشان كده الموضوع بسيط جدا جدا ان شاء الله، وبكده تكون انت هيأت الشغل بتاعك. فانا دلوقتي طالب منك تاسك صغير هتبعته لي على البيج اللي هيظهر قدامك دلوقتي، اللي هو عالم التكنولوجيا ذا وورلد اوف تكنولوجي. هتبعت لي التاسك ده وانت منفذ الخطوات دي كلها، وفي نفس الوقت صور لي شكل الملفات عشان اتاكد انك ربطت صح. يعني هتصور لي الملفات دي وفي نفس الوقت هتصور لي الاكواد دي كلها، واجي اقول لك هل انت طبقت كده عملي صح ولا غلط. وخليني اقول لك انا هرد عليك بنفسي عشان التقييم بتاعك يكون عندي. وخليني اقول لك في النهايه ان ده مجرد البدايه، وحرفيا الفيديوهات الجايه هتكون بسيطه جدا وخفيفه قوي قوي.
فما تنساش تعمل لنا لايك وفولو، وتستنى الجزء الثالث اللي هينزل باذن الله قريب في التطبيق العملي على طول. وخلينا اقول لك في النهايه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم.